حذفت الرسالة قبل أن ينتهي صدى الأذان من التأدد عبر النافذة. كان فعلا صغيرا وعاديا، إبهام ينزلق إلى اليسار، نقرة تأكيدية. اختفت. على الأقل هذا ما أقنعت نفسي به. لكن بعض الحذف لا يختفي، يبقى، يتعلم جدولك، ينتظر لحظات السكون. وبالنسبة لي تعلمت تلك الرسالة تماما متى تعود. في كل مرة أقف فيها ساكنا، يداي مطويتان، أحاول أن أكون صادقة. لم أخطط يوما لأن تتبعني جملة واحدة إلى أماكن لا تنتمي إليها الهواتف. لم أتوقع أن يكون الصمت أعلى صوتا من الاعتراف. وبالتأكيد لم أتخيل أن شيئا محيا يمكن أن يكون أثقل من شيء أرسل. ما يطاردني ليس ما قالته الرسالة، بل لماذا كتبتها، ولمن كانت موجهة. لطالما كنت جيدة في السيطرة، هذا ما يقوله الناس عني. هادئة، منضبطة، تلك التي لا تفرط في المشاركة، التي تضع حدودا نظيفة إلى حد أنها تبدو بلا مجهود. نشأت وأنا أؤمن أن الكبح نوع من الفضيلة، أن شعورك العميق بشيء ما يفرض عليك أن تدفنه بترتيب وتمضي قدما. الرغبة شيء تديره على انفراد، والأسرار أكثر أمانا حين تبقى غير منطوقة. ولمعظم حياتي نجح ذلك. كان لدي روتين، عمل، التزامات عائلية، مظاهر اجتماعية. كنت أصلي بانتظام، لا بكمال لكن بإخلاص. أحببت بنيته، اليقين بأن بعض الأشياء لا تتغير حتى عندما يتغير كل شيء آخر. ثم كان هو ليس شخصا دراميا ولا غريبا محرما، شخص مألوف بما يكفي ليبدو غير مؤذن في البداية، شخص تسلل حضوره إلى حياتي ببطء كضجيج خلفي لا تنتبه إليه حتى يتوقف. كنا نتحدث كثيرا، دائما عن أشياء معقولة: ضغط العمل، توقعات العائلة، إحباطات مشتركة كانت مريحة لأنها متبادلة. لا شيء غير لائق، لا شيء يمكن لأحد أن يشير إليه ويقول هنا بدأ الخطأ. لكن الحدود العاطفية لا تعلن عند عبورها، إنها تتلاشى بهدوء. لاحظت ذلك في تفاصيل صغيرة: الطريقة التي كنت أعيد بها رسالاته قبل الرد، كيف يتبدل مزاجي بحسب نبرته، كيف كان صمته أثقل من صمت أي شخص آخر. مع ذلك قلت لنفسي أنني أبالغ، إن الوعي العاطفي لا يعني الذنب العاطفي، وإن النية أهم من الشعور. دامت تلك الكذبة أطول مما أفخر به. الرسالة التي كتبتها في النهاية لم تكن درامية، لم تكن شاعرية، لم تعترف بالحب ولم تقدم وعودا، وهذا جزء مما يجعلها أسوأ. كانت صادقة، أقرت بشيء قضيت شهورا أتظاهر أنه غير موجود، اعترفت بتوتر كنت أحمله وحدي. لم تطلب شيئا، لا فعلا ولا ردا، فقط اعترافا. حدقت إليها طويلا قبل أن أرسلها، ثم لم أفعل، حذفتها بدلا من ذلك. كان ينبغي أن يكون هذا النهاية، الخيار المسؤول، الانتصار الهادئ لضبط النفس. لكن هذا ليس ما شعرت به. شعرت بأنها غير مكتملة. بعد أن حذفت الرسالة استمر كل شيء كما هو تماما، وهذا ما جعله أسوأ. ظل يتحدث إلي بنفس الطريقة، دافئا محترما غير مدرك، أو ربما مدركا وصامتا ببساطة. لم أعد أستطيع التمييز. كل تفاعل محايد بدا مشحونا، كل محادثة عادية بدت كعرض أفشل في التدرب عليه. بدأت أحلل كل ما أقوله بإفراط، كل توقف، كل رمز تعبيري لم أرسله. تساءلت إن كان يشعر بالتحول الذي أشعر به، أم أنني وحدي فيه، أدور صامتا بينما يمضي هو غير متأثر. أصبح ذلك الغموض هوسا بحد ذاته. ليلا كنت أعيد الرسالة في رأسي، لا كلمة بكلمة، بل شعورا بشعور. تخيلت ما الذي كان سيحدث لو أرسلتها. الاحتمالات تكاثرت بلا نهاية: ارتياح، مسافة، وضوح، أو شيء أخطر بكثير. أثناء الصلاة كان تركيزي يتشقق. أقف محاولة أن أتمركز، وفجأة أتذكر الرسالة. ثقل الحقيقة غير المنطوقة يضغط على صدري. أطلب الهداية، لكن عقلي يجيبني بأسئلة بدلا من الأجوبة. هل كان حذفها فعل قوة، أم خوفا متخفيا في هيئة انضباط؟ لاحظت تغيرا في نفسي. أصبحت أكثر صمتا حول من يعرفونني جيدا. أبتسم تلقائيا بينما أشعر بانكشاف غريب. أتجنب لحظات السكون، لأن السكون يستدعي الذاكرة، والذاكرة كانت تعود دائما إلى تلك الرسالة. كانت هناك لحظات كدت أكتبها مجددا، بكلمات أكثر أمانا قليلا، بصياغة ألطف قليلا، بشيء غامض بما يكفي ليحميني. لكن كل محاولة بدت غير صادقة. الرسالة الأصلية خاما بطريقة لا أستطيع تكرارها دون الاعتراف بالحقيقة نفسها. فتوقفت عن المحاولة، وبدلا من ذلك أقنعت نفسي أن الصمت هو الحل. إلى أن جاء اليوم الذي رأيت فيه اسمه يظهر فجأة. جرد اطمئنان بسيط، عفوي، وديد. استجاب قلبي قبل أن يلحق به منطقي. ذلك التفاعل أخافني أكثر من أي شيء. أثبت أن الشعور لم يتلاشى، بل كان ينتظر. رددت بأدب، بحذر، لا أكثر. لكن بعد ذلك التبادل اشتد التوتر، كوتر شد أكثر مما ينبغي.
أدركت حينها أن حذف الرسالة لم يلغي الواقع العاطفي، لقد أجل المعاقبات فقط، والتأجيل له طريقة في حساب الفائدة. بدأت أشعر كأنني أعيش حياتين، واحدة مرئية ومتزنة، وأخرى داخلية ومضطربة. الفجوة بينهما اتسعت يوما بعد يوم. ما لم أدركه أن نقطة اللا رجوع لا تأتي بلحظة درامية، أحيانا تأتي بهدوء، ولا تنتبه إليها إلا بعد أن تكون قد تجاوزتها. جاءت نقطة اللا رجوع خلال محادثة لا تعني شيئا على السطح. كنا نتحدث عن أمر تافه، خطط، التزامات، نوع من التبادل الذي يمر عادة دون أثر، لكن في منتصفه توقف لثانية فقط، ثم قال شيئا عكس تماما الشعور الذي حاولت دفنه. لم يكن اعترافا ولا مواجهة، مجرد جملة أقرت بالتوتر دون أن تسميه. استجاب جسدي فورا، حرارة في صدري، انقباض خلف أضلاعي. ضربني الإدراك دفعة واحدة، لقد شعر به أيضا. الرسالة التي حذفتها لم تكن سرا من طرف واحد، كانت صمتا متبادلا. غير هذا الإدراك كل شيء. فجأة لم يعد كبح نفسي يبدو نبيلا، بدا تواطؤا. لم نكن نتجنب الأذى، كنا نتجنب الصدق. أنهيت المحادثة بأدب، لكن يداي كانتا ترتجفان. جلست وحدي بعدها أعيد كلماته، أفهمها بوضوح أكثر كل مرة. عادت الرسالة كاملة آنذاك، لا كنص بل كلية. فهمت لماذا كانت تطاردني، لم تكن عن الرغبة وحدها بل عن النزاهة. حاولت حماية الجميع بعدم قول شيء، لكن الصمت خلق حميمية من نوعه، حميمية بلا حدود، بلا وضوح. في تلك الليلة أدركت شيئا غير مريح. حذف الرسالة لم يحمني، لقد أبقاني معلقا. لأيام بعد ذلك الإدراك تجنبته تماما. قلت لنفسي أن المسافة ستعيد ضبط كل شيء، أن الزمن سيذيب ما حدده الوضوح. لم يفعل، بل على العكس، ضاعفت المسافة الحقيقة. كل رسالة بلا رد بدت مقصودة، كل تأخير بدا رمزيا. أصبح الغياب أعلى صوتا مما كان عليه الحضور يوما. ثم جاء التحول الذي لم أكن مستعدا له. توقف هو أيضا عن التواصل. في البداية شعرت بالارتياح، ثم بالارتباك، ثم بشيء يشبه الفقد. لم أدرك مقدر الوزن العاطفي الذي كانت تحمله تلك التفاعلات الصغيرة حتى اختفت. تساءلت إن كان قد شعر بانسحابي وقرر احترامه، أو إن كان قد استنتج أموره الخاصة، أو إن كان قد وصل إلى الإدراك نفسه الذي وصلت إليه، لكن أسرع. ذلك الغموض أجبرني على الرجوع إلى الداخل. كان علي مواجهة السؤال الذي تهربت منه منذ البداية: ماذا أريد فعلا؟ ليس منه، من نفسي. كانت الإجابة غير مريحة. لم أرد التوتر، لم أرد السرية، لم أرد أن أعيش في مساحة تقاطع الصلاة مشاعر الذنب، لكنني أيضا لم أرد التظاهر بأن شيئا لم يحدث. مرت أسابيع، خفت الشحنة العاطفية، لكنها لم تختفي، استقرت في شيء أثقل، أكثر تأملا. ثم على نحو غير متوقع وجدت الرسالة المحذوفة في مجلد نسخ احتياطية، حادث تقني، شبح ذكني. رؤيتها مرة أخرى كانت سورياليا. كانت الكلمات تماما كما تذكرتها، صادقة، حذرة، واضحة. للمرة الأولى قرأتها دون هلع، وأدركت شيئا غير القصة كلها. لم تكن الرسالة خطرة بسبب ما يمكن أن تبدأه، بل كانت خطرة بسبب ما يمكن أن تنتهيه. أعدت كتابة الرسالة، لا لأرسلها بل لأفهمها. جردتها، أزلت العاطفة، أزلت الإيحاء، وما تبقى هو اعتراف بسيط، ليس رغبة ولا شوقا، حقيقة. ذلك الوضوح ثبتني. عندما تحدثت إليه أخيرا مرة أخرى لم يكن الأمر دراميا، لا مواجهة ولا اندفاع عاطفي، فقط صدق قيل بحذر واحترام مع بقاء الحدود واضحة. اعترفت بالتوتر دون أن أغذيه، سميت التحول دون أن ألقي اللوم، استعدت السيطرة لا بالصمت بل بالنية. فاجأتني إجابته، لم ينكر، لم يصاعد، شكرني على الوضوح وعلى ضبط النفس وعلى الكلام قبل أن يتحول الصمت إلى شيء أثقل. ذلك الشعور كان كتحرر، ليس ارتياحا تماما، بل أشبه بالاتساق. للمرة الأولى منذ أشهر شعرت أن صلاتي غير منقطعة، لا لأنني كنت مثالية، بل لأنني كنت صادقة. لم تعد الرسالة